تعالى اقولك بقى رقيش الصاج الواحد بيتعمل ازاي. طريقه سهله جدا وبسيطه. نص ساعه بس هتعملي الصاجين زي ما انتوا شايفين، كميه كبيره وبكيلو دي واحد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا شوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندي كيلو من الدقيق، وعندي كوبايتين من السمنه، وظرفين، ظرف من بيكنج باودر وظرف خميره، وورقتين من الفانيليا. عندي معلقه كبيره من الشمر واليانسون، 3 معالق من السكر، معلقتين من السمسم، عندي ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من ريحة الكحك، وكوباية مية للعجن. دي كل المقادير معايا، وزي ما انتوا شايفين كده حاجات بسيطة كده هتعملي احلى سجين من القرايش. تعالوا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. حطيت هنا نص كوباية مية دافية على كيس من الخميرة ومعلقتين من السكر، وقلبتهم كده بالشكل ده واركنهم على جنب. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الدقيق. هحط كل المواد الجافة على بعض بالشكل ده، احط بقية السكر، واحط ريحة الكحك والسمسم والشمر واليانسون والبيكنج باودر والفانيليا. هقلبهم كده ورشة الملح هقلبهم، وبعد كده هنزل بالسوائل. السوائل اللي هي ايه؟ اول حاجة المادة الدهنية اللي هي السمنة. تمام كده. المادة الدهنية عندنا كوبايتين، يعني حوالي اقل من نص سمنة بالظبط. هتطلع على القش معاكي دايبة كده وهي طرية وطعمها حلو قوي. طبعا مختلفة جدا عن القرايش اللي هي بتتعمل واحدة بواحدة دي. تمام كده. انا نسيت احط رشة الملح فحطيتها دلوقتي. هقلب بقى كده بالشكل ده، وبعد كده هنزل السمنة. السمنة بقى لازم تتقلبي كل المكونات كده مع السمنة لحد ما تتغلف كلها، علشان ما يبقاش في اي اثر للدقيق خالص. تمام كده. حطيت ربع كوباية الزيت، ربع كوباية زيت بتدي قرمشة كده للقراقيش بتاعتي. هفضل اقلب بقى كده وبس العجينة لحد ما تتغلف كلها زي ما انت هتشوفي دلوقتي. عايز تعجنيهم في العجينة عجنيهم، عايز تعمليهم على ايدك كده زي ما انا بعملهم مفيش مشكلة. هما مش مستاهلين. هتخلصي السجين في اقل من نص ساعة، هتكوني عاملة كمية قراقيش كبيرة بالشكل ده كده. عملنا الفيديو اللي فات اللي هو بسكوت اللانكشاير، وعملنا البتيفور، وعملنا البسكوت، وعملنا الكحك. نعمل بقى القراقيش عشان يبقى كده كل الحاجات العيد اتعملت. وعملنا الغريب. قلبت كل المكونات زي ما انت شايفه كده لحد ما اتغلفت معايا بالسمنه بالشكل ده. بعد كده هنزل بقى بنص كوبايه الخميره، وبعد كده هزود بالكوبايه التانية. تمام كده. هقولكم العجينه خدت مني قد ايه ميه بالظبط. طبعا عجينه القراقيش مش بتاخد ميه كتير زي القرص العاديه، يعني بحط سنه بسنه كده لحد ما العجينه بقى طريه معايا بالشكل ده. نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عندي هنا نص كيلو من العجوه، والعجوه طبعا يعني عباره عن بلح عادي، شلت النقع منه بالشكل ده. بص العجوه ما شاء الله طريه جدا، ما حطيتهاش على البوتاجاز ولا اي حاجه. قلبتها بس ايه يعني، دعكتها بمعلقه سمنه كده ومعلقتين من السمسم بالشكل ده. وافردها ما بين كيسين كده او ورق الزبده او اي حاجه لحد ما تبقى بالقوام ده، يعني حاجه كده، حاجه رفيعه خالص بالشكل ده. جبت بقى الصاج 30 في 40 ودهنته دهن السمنه كده. وبعد كده ابتدي بقى اخد نص العجينه. انا خدت حوالي ربع العجينه. العجينه دي هتاخد معايا صاجين، العجينه دي تعمل معايا صاجين حلوين يعني. فاخدت ربع العجينه بالشكل ده وهفردها زي ما انتوا شايفين كده. العجينه قسمتها على نصين، كل نص هياخد صاج. فالربع بياخد يعني ياما من تحت وياما من فوق. تمام كده. يعني الصاجين هياخدوا الكيلو دي كله. فردت العجينه وظبطتها، وبعد كده حطيت العجوه بالشكل ده كده، وهشيل العجوه خالص بورق الزبده بكل سهوله هيتشال معاكي. تمام. لان العجوه طبعا فيها دهن السمنه كده، فالورق الزبده مش هيلزق معاكي ولا حاجه. انا بس بفك الحرف بتاعه كده، وبعد كده هشيله على طول زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بالشكل ده كده. هدوس بقى عليها كده، اسكنها كده في مكانها كده عشان متبقاش ايه اقبل فوق. اضغط عليها على الطبقه اللي تحت بالشكل ده بالكيس والمردانه بالشكل ده لحد ما تثبت على الطبقه اللي تحت.
هجيب بقى، هفرد عليه بالشكل ده كده نفس الربع اللي احنا عملناه، واحاول اعمل نفس المقاس بالظبط علشان لما احطه يبقى يجي على قد الصاج بالظبط. وطبعا لو في زوايد ولا حاجه بقطعها واظبطها بقى هنا ايه، لو في اي حاجه بتظبط بسكينه كده، حته مثلا ما جاش فيها اي عجينه بتظبطيها. اظن مفيش اسهل من كده. اهم حاجه بس تبقى الرق بتاعها خفيف عشان ما تبقاش القراقيش بتاعتنا سميكه وتبقى تقيله كده في الاكل. ادي كده جبت الصاج، هقلب عليه الوش التاني كده بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي. نجيب بقى طبقة العجينة التانية على الأولانية كده، وأنا أحاول أظبطها كده بالشكل ده، والحتت اللي هي مفيهاش عجينة هظبطها دلوقتي وأقطع منها. هتلاقي كله يعني تعادل كده، وأي حاجة طالعة من الجناب بقطعها، بشيلها يعني وأحطها في المكان اللي مفيهوش عجين بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. العجينة لينة جدا وطرية وما شاء الله، يعني مريحاكي، يعني بتريح كده وانت بتشتغلي فيها، متقلقيش من اي حاجه. هجيب كيس كده واضغط على الطبقتين كده عشان يثبتوا مع بعض كده بالشكل ده. الموضوع كله ما بياخدش معاكي نص ساعه وتكوني خلصتي السجين، تلاقي نفسك عملتي اكبر كميه قراقيش من غير ما تقفي في المطبخ كتير وتتعبي نفسك. خلصت كده، هجيب بقى اقطع الصاج التقطيعه اللي انت عايزاها باي مقاس بقى. عايزه ترفعي عن كده ارفعي، عايزه تعملي مكعبات صغيره براحتك. انا هعمل صوابع عاديه زي صوابع القراقيش كده، بس لو انتم ملاحظين انا متخنه شويه. تمام، هقطع كده بالشكل ده وعلى قد الصباع بقى، بطول الصباع انت عايزه. انا عاملاه اطول من الصوابع اللي هي العاديه بشويه، دي يعني اطول من القرقش اللي انا بعملها في العادي يعني بالشكل ده كده. بصوا ما شاء الله الصاج عمل معايا كميه ازاي. هدينه بقى ايه، ده كده هدخله الفرن. هاجي بقى على ايه، هاجي على ربع العجينه التاني اللي هو نص العجينه التاني. انا خدت طبعا نص في صاج ونص في صاج تاني، ده النص في الصاج. بس انا هشيل العجينه من الصاج ده دلوقتي وهقلل الصاج شويه علشان مش عايزه العجينه رفيعه. هعمل الصاج ده قراقيش ساده. ف بصوا العجينه ما شاء الله، يعني واصله للحروف بالعافيه، فهتطلع ممكن تتحرق مني. انا بقى حطيتها في صاج صغير زي ما انتوا شايفين، اصغر منه شويه اللي هو 30 في 40، و هخليها قراقيش ساده بالشكل ده. بعدين بقى ايه، وش لها لبن كده علشان وشها يحمر معايا يبقى لونه ذهبي كده، وعلشان عايزه ارش على وشه شويه سمسم كده عشان يبقى جزء بالسمسم ويكون ساده وجزء بالعجوه. تمام كده. عايزه اقول لكم الصاجين القراقيش دول ما عادوش والله يومين وخلصوا. خفيفه كده وطعمها حلو جدا جدا وطريه في نفس الوقت، رغم ان هي معموله بكوبايتين سمنه بس. بحاول بقى ادهن الجناب كده والحتت اللي في الحروف، وبعد كده ارش شويه سمسم كده واقطع بقى ايه التقطيعه اللي انتوا عايزينها. حظوا العجينه طريه جدا. بعد ما رشيت اللبن يعني دهنت اللبن، حطيت دهنة شويه سمسم كده علشان يدي طعم حلو، وكمان علشان يبقى معروف العجوه بسمسم او لا. ادي الساقين بعد ما طلعوا ما شاء الله عاملين ازاي. تعالى اوريكي بقى، ولازم كوبايه الشاي دي جنب القريش. بصي تعالى اوريكي بقى القراقيش بعد ما طلعت كده بتطلع بكل سهوله ازاي. بصي ما شاء الله مفيش حاجه لازقه وكلها لون واحد. بصي اللون تحت زي اللي فوق ما شاء الله. تعالي بقى عبيهم في علبه كده هتلاقيهم ما شاء الله يعني عاملين كميه كبيره. وخلي بالكم ان احنا عاملين كيلو دقيق واحد بس. بصوا طريه ازاي، طعم العجوه حلو فيها جدا. يا رب تعجبكم كده وتجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو حد عايز اي وصفه اكتب لي في الكومنتات، ومتنسوش بقى تشير الفيديو عشان الكل يستفاد. قراقيش الصاج الواحد مش هتخليكي تقفي كتير في المطبخ، في نفس الوقت بتعملي كميه كبيره. دي ساده ودي اللي هي بعجوه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه،
خلاص بقى شهر رمضان قرب يخلص، خلاص فاضل كام يوم ويخلص. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويقعد عليكم الأيام بخير. بصوا العيش السادة مقرمشة ازاي، طعمها حلو وطرية من جوه، حاجة كده تحفة. يا رب تجربوها وتعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.